8 سنوات عجاف لم تبقي ولم تذر، قتل فيها أكثر من 1,000,000 شاب من الطرفين، وأصيب الملايين، وخسر الطرفان مئات المليارات من الدولارات. إنها الحرب العراقية الإيرانية. يقول العراقيون أنها بدأت يوم 4 من أيلول من عام 1980، يوم قصفت إيران مناطق حدودية عراقية. ويقول الإيرانيون أنها بدأت يوم 22 من ذلك الشهر، حين اجتاح الجيش العراقي مساحات واسعة من الأراضي الإيرانية. تلك الحرب الطويلة المنسية التي تعد أطول الحروب في القرن العشرين تركت ندوبا عميقة في وجدان الشعبين، وما زالت ذكرياتها المريرة تنزل في ذاكرة من عاصرها أو شارك فيها. دقت طبول الحرب مع وصول الخميني إلى طهران عقب ثورة شعبية أطاحت بنظام الشاه. نعتبر اتفاقية 6 آذار لعام 1975 ملغاة. أعلن صدام حسين إلغاء اتفاقية الجزائر الموقعة بين البلدين عام 1975، ثم نشبت الحرب التي شهدت أنواعا فرعية من الحروب: حرب النفط، وحرب الناقلات، حرب المدن، حرب الخنادق، وحرب الهجومات والهجومات المضادة. صدر إعلان وقف إطلاق النار، وقد جاءت موافقة إيران على هذا بعد قتال استمر 8 سنوات. في مثل هذا اليوم انتهت حرب 8 سنوات استنادا إلى قرار لمجلس الأمن يحمل الرقم 598. نعم، انتهت الحرب، غير أنها أولدت لنا حروبا أخرى أشد وقعا وقسوة ووجعا ومرارا.